الالبوم ده مش مجرد البوم عادي، ده صوت العقل متشتت، قلب مكسور. وصف اللحظه وقفت عندها حياه مروان موسى واتغيرت للابد. لحظه بسببها مروان موسى دخل في مراحل الحزن الخمسه، وهي دي الحاجه اللي الالبوم بيتكلم عنها. وعشان يفضل الالبوم ده تاريخي بالنسبه لمروان موسى والراب سين المصري كله، مروان موسى قرر انه ينزله على 23 تراك عشان يبقى اطول البوم في تاريخ الراب سين المصري. الالبوم متكون من 5 جلسات، هنتكلم عن كل تراك وهنشرح كل جلسه على بعض. ففي فيديو النهارده هنتكلم عن معظم التراكات، لان في 5 تراكات احنا اتكلمنا عنهم اللي هم عامل ايه على ام اي راب، والاربعه اللي نزلوا قبل باقي الالبوم اللي هم بص كبير وفواتير العتاب والعنوان وفهمان دنيا. فطبعا مش هنتكلم عن ال5 دول خلاص، احنا اتكلمنا عنهم. ومش هنتكلم عن اي فيتشر في الالبوم ده لان هجمعهم كلهم وانزلهم على ام اي راب. فمعنا عشان لسه قدامنا رحله طويله قوي، انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس تابعنا على الانستجرام، ويلا بينا نبدا. حزام ناسف قبل كلمة آسف. طيب اكيد يعني مش هحلل كل البارات، احنا كده هنبقى محتاجين سنه عشان نخلص الالبوم كله. هنقف عند البارات المهمه او البارات اللي انا عندي تعليق عليها، يعني ممكن ما يكونش البار اهم بار في التراك، بس الفكره ان انا هيبقى عندي حاجه عايز اقولها على البار ده، تعليق فاهم، زي البار ده مثلا واللي فكرني ببار قديم لمروان موسى. عندك القدره تقول كلمه اسف ولا بتندم، احساس الاعتذار زي شيل السلام بالبيت. عامل مش شايف امير الظلام، فضل دقايق على الاصطدام. هنا عايز يعمل وورد بلاي في كلمه امير الظلام. هو كان بيقول عامل مش شايف، فيقصد ان هو بيستهبل فاهم، بيغمى عينه عن الحقيقه، فالمقصود هو المعنى المجازي، بس خلاها المعنى الحرفي. امير الظلام هو فيلم لعادل امام كان طالع فيه بدور اعمى. القرار مش صعب، انا بماطل مع نفسي بتباطئ، مستحرم اوصل الفضاء وناطط. حته ان هو مستحرم يوصل للفضاء ويقوم ناطط، ممكن يكون بيتكلم عن حاجه هو اتكلم عنها قبل كده لما نزل على اكس وقال نفسيا جبت سقفها بس ماديا مش وقتها. وده برضه ابي يوسف بالمناسبه من تراك راب غيرني، وده يبين لك قد ايه مروان متاثر بابي يوسف، ويبين لك اصلا قيمه ابي يوسف الفنيه. فالمهم اللي يقصده مروان موسى من البار ده ان هو عايز يعتزل، فهي دي الفكره اللي البار ده برضه بياكد عليها، بس هو مستحرم، يعني هو مش بعد ما وصل للقمه يخسر كل حاجه، فبيقول لك مستحرم ان بعد ما وصلت للفضاء اقوم ناطط. المفروض ما تكذبش عليا، تقولش براوغ الباك لممني الرايحه والجايه. تشبيه جامد قوي، فكره ان هو بيكذب على نفسه زي ما يكون بيراوغ. المراوغه هي عباره عن كذب، اللاعب بيدي ايماء للاعب التاني ان هو رايح في ناحيه وبعد كده بيروح في الناحيه التانيه، فبيشبه ان هو بيدي نفسه وعود وما بيعملهاش بان هو بيعمل كده برضه، بيقول لنفسه ان هو مش هيعمل الحاجه دي تاني بس بيرجع يعملها. انا فعلا تمام، انت فعلا غلبان، المفروض البني ادم بيحس في عقله بامان. الحوارات دي بتبين لك حاله الانفصام اللي عند مروان موسى واللي كنا اتكلمنا عنها على فكره في تراك بصه كبير، بس ده كان حرق لان تراك بصه كبير لسه قدام في الفيديو ده. بتقول بستحمل عواصف وفي 50 بتتخمد. 50 اللي هي ريحه 50، ودي بتبقى رياح موسميه بتيجي كل سنه في الربيع تقريبا او مش عارف امتى الصراحه، بتيجي في مصر والمنطقه العربيه تحديدا. هي بتبقى مليانه تراب ورمل بس في نفس الوقت هي رياح فاهم، مش عاصفه يعني. فبيقول انت بتقعد تقول ان انت هتستحمل العواصف وانت مش قد شويه رياح فاهم، فالتشبيه جامد. انت بتبقى مخدوع في نفسك، فاكر انت تقدر تستحمل حاجات انت ما تقدرش تستحمل عشرها حتى. بس يا مروان في مفهوم اسمه 5 مراحل. اول مرحله هي مرحله الانكار. في اخر التراك بنسمع صوت دنيا وائل وهي بتقول احكي لي بقى مروان عامل ايه، وهي هنا عامله دور شخصيه الثيرابيست بتاعت مروان موسى. فدي الجلسه الاولى ودي بدايه الجلسه لانها لسه بتسلم عليه، بتقول له عامل ايه، وبتقول له بقى الجمله اللي بقالنا سنه تقريبا بنسمعها بس مش بشكل واضح. اخيرا بقى بنسمع الجمله بوضوح وكامله، بتقول له في مفهوم اسمه 5 مراحل للحزن، واول مرحله هي مرحله الانكار. اول مره سمعنا الصوت ده كان في الباك جراوند في اي بي نزل السنه اللي فاتت، اللي هو كان بعنوان المرحله الاولى تحديدا في تراك ايربلين مود. فاللي نستنتجه من الكلام ده ان ال5 مراحل بتوع الحزن بيمثلوا 5 جلسات بتوع الالبوم. وتاني تراك هو تراك مارو مشاكل، واللي باين من اسمه ان هو تراك في سكه مختلفه عن باقي تراكات الالبوم سواء اللي نزلت قبل كده او اخر تراكات نزلت، واللي كلها عباره عن يا اما فضفضه يا اما تراكات حزينه يا اما نصايح. والتراك ده مش بعيد عنهم على فكره، هو في بارات كده برضه بس معظم البارات مايله اكتر للنكش او بمعنى صح للفليكسنج. مطب وملف حسيتني اتحرقت قربت للسقف. فاول بار هنا هو بيتكلم عن مسيرته، بيتكلم عن ان هو عدى بمطبات، عدى بعوائق كتير في مسيرته، خد ملفات برضه، دي ممكن يكون يقصد بيها ان هو حصل له دروبات مثلا، ارقامه قلت. شفنا ده كتير في مسيره مروان موسى. وربط السقف اللي هو قرب لسقف المجال اللي هو قفل اللعبه يعني. يا اسطى انا مش قدوه ما تحاولش تبقى زيي، بقول للشباب ما تاخدنيش كمثل اعلى رغم انه لقب مستحق. هنا بيتكلم عن البار بتاع تراك قدوه اللي هو كان بيقول فيه ان هو مش قدوه، واللي كرر برضو نفس الكلام في فهمان دنيا. هنا بقى بيقول عكس الكلام ده، بس اللي مقصود بيها بقى مش ان هو يناقض نفسه، مقصود بيها ان هو يفليكس فاهم، ان هو بقول للشباب ما ياخدونيش قدوه رغم انه لقب مستحق. هو شايف ان هو يستحق ان هو يتاخد قدوه، بس بيقول للشباب يعني ما تاخدونيش قدوه. ده عكس اللي هو
كان بيقوله في التراكات اللي فاتت، ان هو كان بيقول ان هو غلط في حاجات كتير، وكان بيقعد يقول على كل عيوبه. عامل حسابكم على البيف وانا بحضر الاكل، الشطار قالوا لا. خلاص انا مش هقعد اقول لك بقى ان وورد بلاي البيف دي بقت مستهلكه بشكل مش طبيعي، لان احنا مش بنتكلم عن وورد بلاي مثلا في 2 رابرز استخدموها او حتى 10، لا احنا بنتكلم عن وورد بلاي الرابرز نفسهم استخدموها 10 مرات مثلا. فخلاص انا هتاقلم الصراحه على انها تتكرر كتير، بس انا عايز بار بقى خرافي، عايز كل مره اسمع فيها الوورد بلاي دي اسمع بار فاهم جايبها من زاويه تانية مثلا. فهنا بيقول لك اعمل حسابكم على البيف وانا بحضر الاكل، يقصد حد جاي منه ان هو يخش بيف مثلا. فقال لك الشطار قالوا لا، الناس اللي فاهمه قالت لا، لانهم عارفين مدى قوه مروان موسى فهيخافوا ان هم يخشوا بيف معاه. الصراحه لا مش هو ده اجمد بار انا مستني اسمعه في المره الالف اللي اسمع فيها وورد بلاي بتاعت البيف اللي هو الاكل، والبيف اللي هو بيف الراب. عايشين في محطه اللك، خد اهو درامز ودفوف، لو عاوزتوا تطبلوا لحد. هنا بقى وورد بلاي رايق بيقول لك خد درامز ودفوف لو عايزين تطبلوا يعني. فهنا التطبيل المفروض انها معناها المجامله او النفاق، التطبيل فاهم المعنى المجازي، وفي نفس الوقت هو خلاها بمعنى حرفي عشان قال خد درامز. صياغه البار مخليه وورد بلاي طالعه جامده. اسمع على مسمى، شغلانه تلهيني بدل ما الشاشه تغريني بمحتوى مسمم. البار ده معبر جدا، فكره ان هو بيشغل نفسه او بيلهي نفسه في الشغل عشان ما يتسحلش في حاجات تانية. الحاجات التانية دي هو بيوصفها بانها مسممه، وهو بار صعب على فكره، هو مش بار عادي يعني، بار بيوصف لك قد ايه هو عدى بحاجات صعبه، هو عايز ينساها وعايز ان هو ما يكررهاش تاني، فبيركز قوي على الشغل عشان ينسى بقى الحاجات التانية. ما دي وتضحك لك، كل ده بنجري مقفلين عددنا، بس اكيد بوليس المصير هيلحقنا. بار بيعبر عن مدى النضج اللي عند مروان موسى، بيقول لك ان هو كل ده بنجري مقفلين عددنا، ان هو فاهم جايب اقصى حاجه عنده وان هو سابق الكل، بس رغم كده هو مدرك ان كل ده ليه اخر، كل ده ليه وقت معين هيخلص وهيجي غيره يسبقه ومستواه هينزل او النجاح ده هيروح. بيشبه ده بان بوليس المصير هيلحقنا، يقصد ان المصير هيلحقه، وشبه ده بالبوليس ليه؟ لانه بيقول لك مقفلين عددنا، كانه بيجري على الطريق باقصى سرعه، طبعا ده مخالف، فالبوليس هيجري وراك عشان يوقفك. لسه على ميعادنا، لسه على ميعادنا، ده اكيد لسه على ميعادنا، سيبك من المبلغ، عندي مفيش حاجه اغلى من ذكرى قديمه في الخزنه. بيأكد على البار بتاع لسه على ميعادنا، والبار اللي بعديه مهم جدا بالنسبه لي، عندي مفيش حاجه اغلى من ذكرى قديمه في الخزنه. الفكره دي هو اكد عليها في اكتر من بار، ان هو مش مهم بالنسبه له الفلوس، المهم بالنسبه له الارث، فاهم، المجد، الذكريات اللي بيعملها. تلاقي نفسك بتتجنب الشعور، بتهرب منه. كل ما تعلى الوقعه بتزيد، حياه ايامها كانت ازاي نسيت. ونروح لتالت تراك معانا هو تراك شواف. اول بار هنا هو بيتكلم عن فكره كان الجوكر اتكلم عنها قبل كده في تراك سكان الليل، لما قال مش تشاؤم ولا كآبه ولا مستكتر اني ارتحت، بس اللي في اعلى نقطه اي طريق هيكون لتحت. المشترك ما بين البارين دول النضج عند الاثنين. الجوكر عارف ان هو خلاص وصل لقمه سعادته، فبديهي هو مستحيل يبقى سعيد اكتر من كده، فعارف ان هو هيقع، لان زي ما هو بيوصف هو في اعلى قمه. وكنا اتكلمنا عن فكره النضج دي برضو في التراك اللي فات لمروان موسى، هنا برضو هو بيكررها وبيتكلم عن ان هو كل ما بيعلى ده هيخلي الوقعه اللي هو هيقعها من على القمه تزيد، كل ما بيعلى كل ما المسافه بتزيد، فطبيعي الوقعه اللي هو هيقعها هتبقى من مكان اعلى، فاهم. سكيورتي بالعافيه قال هنعديك، دلوقتي على الباب انا اللي اقول مين. هنا بيتكلم عن الماضي بتاعه وعن الحاضر. زمان كان بيقعد يتحايل على السكيورتي ان هو يدخله، فبالعافيه دخله، فاهم، اللي سواء المكان اللي هو رايح له او الحفله او ايا كان. دلوقتي هو اللي بقى موقف سكيورتي عشان لو حد عايز يدخل له. انتي اول بن في بروفايل قلبي، بس مشاعري برايفت ما بترضاش تتشاير. هنا بيتكلم عن ان هو رغم ان هو بيحبها بس هو مخلي مشاعره برايفت، ما بيعبرش عن مشاعره، وركز على البار ده لان هي دي الفكره الاساسيه للتراك. الاوقات الصعبه بتبين المعادن والفعل كذبهم كانه ميه. هنا طبعا بيقصد المثل اللي هو بتاع الميه بتكدب الغطاس. من عليك دي واحده من اجمد دخلات الفيرسات اللي سمعتها لمروان موسى. بدا الفيرس بقى كأن واحد صاحبه بيساله وبيطمن عليه، فهو بيرد بالفيرس كله بقى. مقفول من الناس وما فيها مسوجر، اللي بتجامله بالزياده تعريض واوفر. هنا وورد بلاي في اول بار مقفول بمعنى مقفول مجازيا، فهمت، اللي هو مخنوق مش عايز يكلم حد، وفي نفس الوقت مقفول حرفيا لانه بيقول ايه مقفول من الناس وما فيها مسوجر. وفي البار اللي بعده وورد بلاي تانية بيقول لك ايه، ليه بتجامله بالزياده، بتطبله يعني او بتعرضه، فبيقول تعريض واوفر. تعريض اللي هو من التطبيل، وتعريض اللي هو في الكوره لما بتعمل عرضيه ده اسمه اوفر. وبرده وورد بلاي في كلمه اوفر اللي هو بيأفوروا بيزودوها بيجاملوا بزياده، في نفس الوقت الاوفر اللي هو ايه الكره العرضيه. عارفني موهوب بعرف العب جوكر، بس اصابتي دي تفك واطلع من الاوضه. بيعرف يلعب جوكر اللي هو بيعرف يلعب في اكتر من مركز، ودي فعلا حاجه حقيقيه ان مروان موسى بيعرف يعمل كذا نوع، بيعرف يعمل كل الالوان تقريبا. فبيقول لك ان هو ايه لعيب وجوكر، بس الاصابه هي اللي معطلاه، الاصابه تخلص ويطلع من الاوضه وهتشوف نسخه ثانيه من مروان موسى. طبعا يقصد باصابته الظروف اللي هو بيمر بيها. بسال نفسي اغير المقر، بس البيت ده بيت ينفعش اسيب الارض. هنا بيتكلم ان هو عايز يغير الاوضه عشان مثلا ينسى الحاجات اللي هو مر بيها او عشان يروح مكان احسن، بس بيقول لا، ان هو مش عايز يغير الاوضه عشان البيت ده بيته،
وما ينفعش يسيب الارض كده زي الفلاحين لما بيتمسكوا باراضيهم، لان هو قال قبل كده كذا مره ان هو فلاح، وبياكد على ده في البار اللي بعده. بقول الله الوكيل واتقي الشر. بيقول الله الوكيل اللي هي مصطلح مشهور عند الشراء بشكل خاص، يعني مش الفلاحين عموما. مش عايز اشوف حد بس يتلمح تسلم بس ما تصورش لو سمحت. هنا بيوصف لك حالته ان هو مش عايز يشوف حد، بس لسوء حظه في حد شافه، حد لمحه، فبيسلم عليه عادي بس بيقول له ما تصورش. هو مش عايز يظهر للناس، مش عايز الناس تشوف حد. مش مودي في اجواء ابقى مثير للجدل، في الفن ده بيزود مرتبك. مش مودي في اجواء ابقى مثير للجدل، اللي هو مش عايز يعمل نكش، مش عايز قلق، مش عايز بيف. لا تبعت لي حوت ولا تبعت لي اسد، شغل عباده ترند وكله اتهبل. هنا هو بينتقد الترند بكل انواعه، كان لسه بينتقد من شويه النكش، ان هو مش عايز ينكش، مش عايز يبقى مثير للجدل. واثاره الجدل مش بس بالنكش على فكره، هو برضه ممكن يكون يقصد بانك تحاول تستفز الناس عشان يتكلموا عنك، زي ما ويجز بيعمل وزي ما ابي يوسف برضه بيعمل احيانا كتير كمان. وهنا بينتقد كمان التيك توك او التيك توكرز او اللايفات تيك توك وكبس وبعت لي اسد والجو الرخيص ده. اخر مره عامل مصلح جايه اشرت هنا اوت من الصفقه دي. هنا بيتكلم عن برنامج المستثمرين بتاع شارك تانك، فهنا بيقول ان هو اللي اوت، هو اللي مش عاجبه، هم مش عاجبينه، مش هو اللي مش عاجبهم. انت بتتجنب الشعور، بتحاول تبعده عنك. التراك ماشي في حته رومانسيه، فهي بتقول ان هو بيتجنب الشعور. مرات كتير في التراك ده بتوضح الفكره دي. طيب رابع تراك معانا في الجلسه الاولى هو تراك كلميني بالليل، واللي كان فيت مع ليجاسي. والتراك ده انا هعمله سكيب هو وكل الفيتشرز اللي موجوده في الالبوم ده لسببين. السبب الاول ان انا هتكلم عنهم على ام اي راب، يبقى ده فيديو لوحده، فزي ما انتم عارفين لازم انزل فيديو هنا وفيديو هنا عشان القناه هناك ما تموتش، وفي نفس الوقت عشان ايه الناس اللي هناك تعرف ان في فيديو نزل هنا. خوارزميات اليوتيوب دي ما ينفعش تعتمد عليها. والسبب الثاني هو ان بجد لازم اقلل عدد التراكات اللي في الفيديو ده عشان الحق انزل الفيديو. احنا في ايام امتحانات فاهم، لو خدت 23 تراك في فيديو واحد الفيديو هينزل بعد شهر. فما علينا نروح لاخر تراك معانا وهو تراك طيش الشباب. يعدي ب100 وتسال لي ما فيش انجاز. طيب لحظه ادراك ان بجد الطريقه اللي انا ماشي بيها ان انا احلل بار بار مش هتنفع خالص مع تراكات الالبوم ده، فهناخد الفيرس الاول كله بقى، مش لازم تسمعوه، عايزين تسمعوه روح اسمعوا التراك يعني بديهي. فالفيرس الاول في التراك ده عموما رايق قوي كطريقه كتابه، الاسلوب اللي كاتب بيه جديد على مروان موسى، مش متعود ان مروان موسى بيكتب اصلا بالطريقه دي. صفحه صفحه نقلب بفضول عاوزين نسبق الاحداث، بيشبه الايام بصفحات في كتاب بتتقلب، وبيقول لك بقى ان احنا بنقلب الصفحات دي بسرعه فاهم، عايزين نسبق الاحداث. ودي فكره من اهم الافكار اللي التراك بيتكلم عنها، عن طيش الشباب. الشباب دايما عايز يعرف كل حاجه، عايز يجرب كل حاجه، ما عندوش صبر، وده اللي بيجيب دايما نتيجه عكسيه، بيخلي مفيش انجازات. ومع الروقان في الافكار عموما وفي الكتابه بتشوف كمان روقان في اداء مروان موسى. اداء مختلف تماما عن اي تراك انت سمعته لمروان موسى قبل كده، بس اصلا مفيش جديد، ده العادي من اول تراك في الالبوم لغايه دلوقتي 5 تراك معانا. كانك لسه مش واعي ان ده حصل وبس التراك خلص. عامه عايز اتكلم عن حاجه انا ما اتكلمتش عنها في اي تراك من التراكات اللي فاتوا، وهي البتات. وكون انا ما اتكلمتش عنها ده ما يقللش منها في التراكات اللي فاتوا، بس ده لان التلات تراكات اللي احنا اتكلمنا عنهم كان مروان موسى مع حاتم، يعني هما الاثنين عاملين البيت مع بعض، عكس التراك ده اللي مروان موسى ما شاركش في البروديوسنج بتاع البيت بتاعه. البروديوسر بتاعه هو ميلو لوحده، وانا اصلا ما كنتش مركز مع مين البروديوسر لاي تراك من التراكات اللي فاتت غير التراك ده. هل ده معناه ان ده احسن بيت؟ مش عارف، بس مش ده السبب اللي لفت نظري. السبب اللي لفت نظري ان فعلا حسيت ان البيت غريب على مروان موسى، يعني فاهم لمسه مروان موسى بتبان في البيتات. ورغم كده كان ميكس رايق، ميكس ما بين صوت مروان موسى مع بيت انت مش متعود عليه من مروان موسى. وارد جدا انك تتعصب، وده كده بتبقى دخلت تاني مرحلة الغضب. وبس كالعادة دنيا وائل بتختم التراك بشرحها لحالة مروان موسى بعد الجلسة الأولى، واللي كانت بتقول فيها إن هو في مرحلة الإنكار، المرحلة اللي فيها بيتجنب الشعور وبيحاول إن هو يهرب منه. عشان كده هي في التراك الرابع واللي كان فيه مع ليجاسي قالت له حاول تفتكر، فهي بتكمل بقى على الكلام ده كله وبتقول في التراك الخامس إن أنت لما بتبدأ تفتكر وتستوعب بقى اللي حصل بيبقى وارد جدا إنك تتعصب، وبكده تكون دخلت المرحلة التانية وهي مرحلة الغضب. وبس كده نبدأ الجلسة التانية بقى اللي بتتكلم عن مرحلة الغضب، وأول تراك فيها هو تراك بائس. تراك بائس اول تراك في الجلسه الثانيه، واللي شبه تراك بصه كبير جدا على الاقل في الاداء، بس الفرق ان هو اسوأ من بصه كبير، واسوأ يمكن من اي تراك لغايه دلوقتي على الاقل في الالبوم. بالنسبه لي التراك ده ما عجبنيش خالص، حتى الكلام اللي فيه يعني سيبك من الاداء، الكلام اللي فيه نفسه مبتذل جدا، فاهم حاجه اتقالت في مليار تراك قبل كده ومش مؤثر، يعني عكس ما الاداء مودي في حته ان هو يكون مؤثر وكده، لكن هو ما اثرش فيها بربع جنيه. تراكات تانية كان مروان موسى بيتكلم فيها بنبره اهدى من كده بكتير وكان مؤثر، حتى بصه كبير اللي كان نبرته قريبه جدا من النبره دي كان احسن بكتير بمراحل كمان. فلا ده اكتر تراك واقع يمكن
في الالبوم على الاقل لغايه دلوقتي. بس اللي يهمنا ان من بدايه الجلسه الثانيه احنا بنلاحظ ان النبره اتغيرت، اداء مروان موسى اتغير لان هو دخل في المرحله الثانيه من مراحل الحزن اللي هي مرحله الغضب، وده اللي بنسمعه في اخر التراك. تبتدي تغضب من كل حاجة حتى من نفسك. طيب دلوقتي هنروح للتراك تقاطع، لان احنا كده كده حللنا بصه كبير هتلاقيه في اللاين اللي فوق، او هكسل طبعا هنسى ان انا احطه فهتلاقيه في قبل الفيديو ده على طول. والفيت مع كريم اسامه هنتكلم عنه زي ما قلت على قناه ام اي راب مع بقى الفيتشرز اللي مروان موسى عملها في الالبوم ده. حاول تدور على اجابة مش بتلاقي. هنا بنسمع صوت دنيا وائل في اول التراك وهي بتقول بتحاول تدور على اجابه ومش لاقي، بتوصف الحاله اللي مروان موسى فيها في المرحله دي من مراحل الحزن، في مرحله الغضب، عايز يلاقي تفسير للي هو بيمر بيه، بيقعد يسأل ليه. حرفيا انا بعد الساعة 12 بالليل هلا بقى الصفحة الأولى ولا المصيبة في موجز الأنباء والأخبار. بار جامد قوي قوي قوي، بيعبر هنا عن حالته في التوهان، التشتت اللي هو فيه. هل هيقدر يتخطى اللي هو فيه ويرجع زي الأول ويكمل في مسيرته ويبقى نجم ويبقى اسمه في الصفحة الأولى من الجرايد كتر ما هو نجم وناجح، ولا هيبقى فعلا اسمه في الجرايد بس في صفحة الحوادث، بدل ما يحكوا عن النجاح هيحكوا عن مصيبته. غالبا يقصد ان هو يعني هينتحر، فاهم؟ لو ما قدرش يتخطى الحزن اللي هو فيه عمل حاجه بقى، فاهم؟ سواء في حد او في نفسه. دخلت المجال ده بالصدفه لولا الطاي ما كانوش شايفوا مروان. هنا طبعا بدي شوت اوت لابي يوسف وان هو اللي دعمه وهو اللي وقف جنبه من اول مسيرته، ودي حقيقه لان اصلا مروان موسى لفتره طويله جدا لغايه 2019 مثلا كان فانزه كلهم هم فانز ابي يوسف. مروان اهم رابر خرج من مدرسه ابي يوسف، واضح طبعا في تراكاته كلها ان هو متاثر بابي يوسف، رغم ان هو من 2017 اللي هو بعد ما بدا بسنه تقريبا وهو مسيرته مختلفه تماما وفيها حاجات متنوعه كتير عن تراكات ابي يوسف. بس الزقه اللي ابي يوسف اداها له دي كانت هي السبب في ان هو يصدق موهبته ويكمل. طبعا برضه بوضح حاجات كتير زي ان هو خلاص صالح مع ابي يوسف، وده احنا عارفينه واتكلمنا عنه في كذا فيديو قبل كده، بس خلاص هو رسميا بيدي شوت اوت لابي يوسف، فالموضوع مش مجرد صلح كده بينهم وبين بعض واعترفوا بيه، لا الموضوع بقى على المايك كمان. مرفه عديم الاحساس ولا الاتنين، سنين شقيان على الفاضي علشان اثبت بس للناس انا ايه. هنا بيتكلم عن الناس بتقول عليه ايه، بيتكلم عن الاتهامات اللي دايما بيواجهها ان هو مرفه وعديم الاحساس. حته مرفه دي احنا عارفينها لان دايما بيتقال ان مروان بيربي فلوس ابوه وان هو غني عشان كده هو قدر ان هو ينجح. حته بقى ان هو عديم الاحساس دي ممكن يكون يقصد بيها ضرب الانوار لما قال ان هو اي حاجه بيبقى عايز يعرفها بيقرا لها كتاب، فالفكره ان هو مكنه، فاهم؟ بينتج وبيعمل تراكات كتير قوي من غير احساس، تراكاته تبين ان هو فاهم مزيكا بس ما توصلكش. طبعا ده مش حقيقي، انا مش عارف مين العاقل اللي بيقول كده، تراك البوصله ضاعت لوحده كفايه يعني. المهم ان هو بيقول يعني ان هو بقاله سنين شغال وبيموت نفسه في الراب عشان بس يثبت عكس الكلام ده. انا الرحال اللي بين كذا بيت، انا اللي عشتي اتقسمت نصين بعيش فيها كاني اتنين. حته ان هو رحال بين كذا بيت لان هو اصلا نصه مصري ونصه الماني زي ما احنا عارفين، بيته اصلا في اسماعيليه بس هو عايش في المعادي، درس في ايطاليا اصلا بلد تالته. الموضوع يعني فاهم بيبقى صعب لما بتحس ان انت ما عندكش هويه، فاهم؟ قسمنا المصلحه 50-50 100-100 يعتبر. هنا بار صايع شويه، فكره ان هو ايه قسمنا المصلحه 50-50، هما الاتنين متساويين فهما الاتنين طالعين مرضيين 100-100، فاهم؟ 100-100 دي يعني تمام. في نفس الوقت 50-50 كنسبة هي 1:1، فاهم؟ 100-100 يعتبر اللي هي برضو 1:1، فحسابيا 100-100 هي 50-50. يعني حتة كده صعب يعملها مروان موسى في وسط البارات. طايق حياتي عشان كأبنجي، ربع انتقاد في ودان انا همشي، شايل جبال وانا شايل همي. بص بقى الفرق بين التراك ده وتراك بائس، بيان بقى عن فرق المستوى الرهيب في الاداء، كمان الكلمات نفسها متصاغه كويس، كلام يمكن بيوصل نفس المعنى بس فرق ان حتى طريقه تعبيره نفسها مختلف. مش طايق حياتي عشان كابنجي، عمرك ما سمعت كابنجي دي في اي حته. سلبي اكتر من كده بكتير، انا معبي شبك عناكب شبك في قلبي. والبر الاجمد بكتير بقى شبك عناكب شبك في قلبي، شبك اللي هو جمع شبكه وفي نفس الوقت شبك اللي هو الفعل فعل ماضي، شبك في قلبي. دول سلموني المسؤوليه في ايديا، ما كانش سني ولا كان وزني. هنا هو غالبا بيتكلم عن الفترة اللي كان بيراعي فيها والدته لما كانت مريضة، ان هو فجأة كده بقى عليه مسؤولية كبيرة وهو مش قدها. شلت البيت بلا باي ولا بنش في جسمي ولا تمرينة تجهزني. هنا بيعمل وورد بلاي ان هو شال البيت حرفيا، بيقول لك بلا باي ولا بنش في جسمي ولا تمرينة تجهزني، اللي هو ما كانش مستعد للمسؤولية دي، ما كانش جاهز ان هو يشيل البيت، فاهم؟ حرفيا ومجازيا. قابلت توأم روحي في نفس الفترة وما كانتش بتهون لي ولا تأمن لي. طيب في برضه بيتكلم عن حبيبته اللي بيقول انها بدل ما تهون عليه اللي هو كان بيمر بيه هي كانت بتزوده. اتدلق فين ايام الخجل، يمكن دفنا له كام شعره في الجبل. خلاص البراد دي كلها بيقول انها كانت توكسيك لدرجه ان اصحابه او اللي شايفين معاملتها ليه كانوا مستغربين وليه لسه مكمل معاها، لدرجه ان هم شكوا ان هي سحراله. بياع شغال انا سيلز خد تخفيض مش همسك في حد. هنا وورد بلاي راقه بس واضحه، بيقول لك ان هو بياع وبيوضح بياع بمعنى ايه. في اخر البار بيقول لك مش همسك في حد،
اللي هو هيبيع كله، مش هيفرق معاه ان حد يكمل معاه ولا ما يكملش. الورد بلاي بقى ان هو بيقول لك شغال سيلز، اللي هو موظف مبيعات يعني. ومش بس كده، هو كمان بيقول لك خد تخفيض، يعني هيبيعهم وبالرخيص كمان. الباب بيفوت حوت فما تحسسنيش ان سيادتك دافع لي الاجر. المثل بيقول الباب يفوت جمل، بس هنا هو بيقول لك الباب يفوت حوت، اللي هو اضعاف الجمل بكتير، اكبر حيوان على كوكب الارض. مفيش منه اتنين، لو جالي هنتكسك بجد، مع انه مش مستحب. انا احسن لي ما ادخلش في دراما واكمل العد. يكمل العد يقصد يكمل عد الفلوس، هو مش فاضي دلوقتي ان هو يقعد يتكسك مع حد او يخش بيف يعني، فاهم؟ مش وقت دراما خالص بالنسبه له. في الكام بار دول بيرجع تاني للفكره اللي اتكلم عنها في المرحله الاولى، حته ان هو وصل للقمه بس عارف ان هو هيرجع ينزل تاني. بيقول لك النهارده انت ترند، ها وبعدين شبابي. هنا في السويتش بنشوف مسامبل في البيت تراك شجر الليمون لمحمد منير. ومروان موسى عموما من احسن الرابرز او من احسن البروديوسرز بقى لو اتكلم عن البروديوسنج، رغم ان التراك ده معاه حاتم في البروديوسنج، بس تراكات مروان موسى من احسن التراكات اللي بيبقى متسامبل فيها اغاني في البيتات من ايام تراكات مروان موسى القديمه. الحقد ملذات ودي مش ملذات. الاربع ريمات دول جامدين قوي، الحقد ملذات ودي مش ملذات، اساس الكوره ذات بلاش ده بالذات. ده اللي انا بتكلم عنه دايما، ان مش لازم عشان التراك بيعبر عن مشاعر او احاسيس او بتدردش فيه ان انت تهمل الريمات، لا دي حاجه بتقوي التراك بتاعك. فبتوصل للمرحلة التالتة. وبنختم بقى اخر تراك في المرحله الثانيه او في الجلسه الثانيه دنيا وائل، وهي بتقول له انت كده دخلت في المرحله الثالثه. كلنا بنحس نفس الحاجة بطرق مختلفة، مش شرط تمر بنفس الترتيب. مرحلة المساواة. طيب هي كانت قالت في اخر تراك اللي فات انت كده بدات في المرحله الثالثه، فهنا بتقول له ان المرحله الثالثه دي هي مرحله المساومه. ومرحله المساومه هي مرحله بتبقى خط دفاعي من عقلك لما بتخسر حاجه. عقلك بيواجه مشاعر الفقد بالندم والاحساس بالذنب، بيحاول يعمل اي حاجه عشان يرجع للمرحله قبل ما تفقد الحاجه دي. مقاسي على مقاسي، غلطة الترزي ولا الدكتور؟ بار جامد قوي، مقاسي اللي هي جمع مأساة على مقاسي من المقاس، غلطة الترزي ولا الدكتور؟ الترزي عشان مقاس والدكتور النفسي اكيد عشان مقاسي. اللي جاي احلى بس اصعب، العمر عادل وانت مش حاسس بقيمة حظك. هنا بقى بيحاول يوري نفسه ان حياته فيها حاجات كتير حلوه بس انت اللي مش عارف قيمه حظك. والجامد في البارين دول الانترنال رايب، بدا البار اللي فات بقابل والبار ده بعادل. زوم اوت وتشوف الصوره بس اوضح. البار ده بيأكد على الفكره اللي فاتت ان حياتك فيها حاجات كتير حلوه بس انت اللي مركز في حاجه واحده هي اللي مخليك حزين. لو عملت زوم اوت شفت الصوره من بره تلاقي ان انت في حاجات كتير في حياتك كويسه. هدفع اي تمن بس نايم، ليله من الذكريات اللي عشناها. برضه بيأكد على فكره مرحله المساومه، هدفع اي تمن بس نعيد ليله من الليالي اللي عشناها. 5 مراحل ايه، انا عديت ب 200 مرحله، كل ده عشان اطلع فوق الجبل والقى كهف. هنا بيرد على دنيا وائل او بينتقد فكره ان الحزن ليه 5 مراحل. بالخمس مراحل اللي انا عديت ب 200 مرحله، الخمسه خلصوا وجي بعدهم 195 مرحله ولسه حزين. تمام انك تبقى مش تمام، تمام انك تبقى مش تمام، طبيعي انك تبقى حزين، طبيعي انك ما تبقاش كويس بسبب اللي انت مريت بيه. ده لازم عشان تعدي من الحزن انك تعترف اصلا ان انت مش تمام، انت كده عديت مرحله الانكار. فهمان دنيا احنا كنا اتكلمنا عنه، فاحنا دلوقتي هنتكلم عن يابا ليه. دي اندي ولا رساله؟ الدين دي اللي هي خاصيه دونت ستيرب، اللي هي بتمنع عنك اي اشعارات او اي مكالمات انها توصل لك. روح بقلبك لو هتروح. هنا بيقول روح بقلبك لو هتروح، بيرمي على تراك روح بقلبك اللي برضه في نفس الالبوم ده، وتحديدا كمان في نفس الجلسه دي او في نفس المرحله دي. قدامنا كذا لفه في كاروسيل، قدامنا كذا يوم وكذا ليل. الكاروسيل هي لعبه في الملاهي، واضح طبعا انها بتلف، فبيشبه حياته بانها بتلف بيه زي الكاروسيل، تعبيرا عن التشتت والتوهان اللي هو فيه. حاجات مالهاش لازمه في الدماغ، تديك على الوش قلم جاف. هنا ورد بلاي بيقولك الدنيا ادت على وشه قلم جاف. قلم جاف اللي هو من غير اي رحمه، فاهم؟ جاف في نفس الوقت قلم جاف اللي هو القلم اللي بيتكتب بيه. كنتش حاببني مسؤول بس عمري ما نطيت السور. في البارين دول بيتكلم عن الماضي بتاعه، ان هو كان طفل ما بيهربش من المدرسه، ما بينطش من فوق السور، كان مسؤول بس هو ما كانش حابب ده، ما كانش حابب يكون ان هو مسؤول وان هو ما بينطش من فوق السور. هو لو عليه كان هينط من فوق السور. تفكير بزيادة والعجب مش عاجبك برضو، فتحت كيسة الجهاز وفي الاخر بوظته. الكلام اللي بيقوله مروان في انتو للتراك بيأكد على ان هو في مرحلة المساومة، بيعبر عن حالة الندم اللي هو فيها. كلام انجلش بيبرر لك anxiety ADHD insecure toxic trust issues OCD. هنا بينتقد انتشار المصطلحات دي في الفترة الأخيرة وان الناس بقت بتستخدمها كمبررات لأفعالها. حرفيا اي حد دلوقتي بقى بيختار اي مصطلح من دول ويشخص نفسه ويعتبر ان هو مريض بيه، حتى لو ده مش حقيقي، وده مش بيساعد الشخص ده
بالعكس هو بيضره، لان افعالك بتزيد بحجه ان انت مريض. اخواتي مني مقلقين، كان نفسي بس نساعد بعض يا عم، خلاص احنا اسفين. فالبرضه واضح قوي ان هو بيتكلم عن ابي يوسف، لان هو اكتر من مره حاول ان هو يتصالح معاه، اكتر من مره عرض عليه الصلح وباكتر من طريقه. الكلام ده من زمان قوي، من بعد البيف يمكن بسنه، وفي كل مره كان دايما مروان موسى بيعلن ده للناس وابي يوسف بيكرف، وهم اصلا متصالحين من زمان بس ابي يوسف ما كانش بيعلن ده. فهو بيقول هنا ان ابي يوسف مقلق منه، مبقاش عنده ثقه فيه زي زمان، مبقاش حابب اصلا يعلن ان هو اتصالح معاه، وبيقول كان نفسي نساعد بعض مش اكتر. هو بيعمل كل ده بيحاول يصالح ابي يوسف بعيد عن هو بيحبه يعني، عشان عايز ان هم يبقوا متعاونين. ما انا اصلا من الفلاحين، من 7 ابار، ابويا راح مدرسه السماكين. هنا بيأكد على فكره من الافكار الرئيسيه للالبوم نفسه، مش للجلسه دي، لا للالبوم كله، لانها اتكررت في اكتر من جلسه. فكره ان هو فلاح، فكره ان هو من اسماعيليه. هنا بقى بيقول لك كمان ان هو تحديدا من ال7 ابار، ودي منطقه موجوده في اسماعيليه. الشاي برد ليه؟ ما انت سايبه في البراد. هنا بيقول رغم ان هو سايب الشاي في البراد لكن الشاي برد، او بيبرر ان الشاي برد بسبب ان هو متساب في البراد. لو البراد على النار فدي حاجه غريبه ان الشاي يبرد رغم ان هو في البراد، لكن لو البراد مش على النار فطبيعي ان هو هيبرد. بس اللعب في الكلام في كلمه البراد نفسه، فاهم؟ وده خلينا نسال سؤال، هو ليه اصلا البراد يتسمى براد؟ المفروض يتسمى سخان، لان انت بتسخن فيه مش بتبرد فيه. يمكن دي كانت خدعه لعبها عقلك في الضباب، انت لو مش عطشان مش هتحس ان ده السراب. البار ده لو ربطناه بالبار اللي قبليه اللي بيتكلم فيه عن الصحاب، فهنا هو عايز يقولك ان هما مش صحبة، بس انت عشان ما كانش عندك صحاب ومش حابب الوحدة فانت اضطريت ان انت تختارهم كصحاب. هي دي فكرة، ان انت لو مش عطشان مش هتشوف السراب. بين صحاب اتحول لكلام بينكو، دلوقتي انا اتقفلت وقفلتي ملهاش بين كود. مالت سيلابل الرهيبة بينكو وبين كود ده، غير طبعا الورد بلاي. فكرة ان اللي هو لو اتقفل يعني اتخنق يعني، فاهم؟ يعني خلاص ما بقاش طايقهم. قفلته دي ملهاش حل، فبيقول ملهاش بين كود، اللي هو الرقم السري للتليفون مثلا او لاي حاجه انت بتبقى قافلها ببين كود. بمجرد ما تكتب البين كود هي بتتفتح، بس هو بقى ملوش بين كود فمش هيتفتح، خلاص هو اتقفل ومش هيتفتح. وده كازابلانكا عامل تيفو باسم العيله، جروح وحروق هاتولي الوفيرا. ده التيفو اللي مروان موسى يقصده، واللي عمله التراس نادي الوداد، وبعدها بيعمل وورد بلاي في كلمه حروق وجروح. جروح وحروق اللي هو يقصدهم اكيد معنويين جواه، والالوفيرا عمرها مضاد للالتهاب، فكأن الألم اللي عنده حقيقي مش مجرد ألم معنوي. توصل أصعب مرحلة اكتئاب. هنا دنيا وائل بتمهد للمرحلة الجاية، هو كده خلص المرحلة التالتة أو بيخلص في المرحلة التالتة وداخل على أصعب مرحلة في مراحل الحزن وهي الاكتئاب. في حالة استسلام راح زمن الاستلهام، الاكتئاب قام شغل 6 أفلام عالزفت فليكس ونام. هنا بنسمع سويتش عظيمة بجد من مروان موسى. أكتر سويتش بحبها هي إن الأداء نفسه يتغير بشكل كبير جدا عن قبل السويتش، بحس ان انا كأني بسمع تراك تاني. ده غير ان الفلو عظيم بجد. قليل الاول لما بنسمع مروان موسى بيفصل، مش عايزين الفلو ينسينا المعنى برضو بيتكلم في فكره ان هو استسلم للحزن واستسلم للحاله اللي هو فيها، فما بقاش فيه استلهام، ما بقاش فيه كرياتيفيتي، ما بقاش عنده الهام ولا ابداع ولا عارف ينتج. فبسبب الاكتئاب والحاله اللي هو فيها هو مش عايز يعمل اي حاجه غير ان هو يفسد دماغه بس، يقعد كده يتفرج على افلام، فاهم؟ يهرب بيها من الواقع. فتعبير الزفت فليكس جامد قوي لسببين. السبب الاول الصياغه، ان هو ما قالش شغل 6 افلام على نتفليكس وعدى كده البار عادي، ادى التاتش بتاعه الزفت فليكس. والسبب التاني التعبير عن حاله الملل والكره للحاجه اللي هي بتضيعه اكتر اللي هي نتفليكس، فاهم؟ هو كاره الحاجه اللي هو بيعملها. بيعها نص كاش نص تقسيط على 10 سنين او 150 يا بني ادمين. هنا بيعمل وورد بلاي، كلمه بيعها هيقصد ان هو مستبيع، فاهم؟ مش فارقه معاه، فده المعنى اللي هو يقصده، ده المعنى المجازي، بس في نفس الوقت هو خلاها بالمعنى الحرفي، لان هو بيقول ايه نص كاش ونص تقسيط 10 سنين او 100 او 50 يعني، فاهم؟ بيعها دلوقتي وهيفضل بيعها ل10 سنين قدام او اكتر. مين في القفص في صدى الصوت مع ريفيرب من قلب صدى. هنا في وورد بلاي في حاجتين، في كلمه صدى صوت وصدى، صدى وصدى. كمان وورد بلاي في كلمه القفص اللي هو قفص الصدري عشان بيقول من قلب صدى، وفي نفس الوقت ايه القفص كانه مسجون يعني. الاكتئاب طولت راحت البال طارت، راحت بالي راحت مراحل في شيء. هنا بقى التطور بتاع مروان موسى في 12 دقيقة وقال راحت البال راحت. هنا بيقول لك راحت بالي راحت مراحل، ضاف كلمة كمان بتزود تنافر الحروف، او ان البار كله يبقى من نفس الحروف تقريبا. عديم الحركة يائس لابس طقم طرش عشان الناس ما تشوفش انا مين بجد من ورا الملابس. هنا بقى بيعترف بعيوبه، بيعرض نفسه وبيكشفها قدامنا، والبار اللي بعده واضح بس جامد، بيتدارى او بيشتت الناس عن حقيقته بان هو بيلبس لبس جامد.
تحاولش تقنعني اتعامل بدون اقناع، ساعتها وش انا هضطر اتباكس. لورد بلاي في كلمه تقنعني اتعامل بدون قناع، بس مروان موسى كواحد فان لابي يوسف هو اكيد متاثر بيه، او اكيد سمع لورد بلاي دي من ابي يوسف في واحد من اشهر تراكات ابي يوسف، فيسا فيسا، لابس كذا قناع وعمره ما كان مقنع. باشا كله ركز في الصياعه، طب مين اهتم بالصياغه؟ بدون مبالغه انا اديت المجال ده عمري كان. طيب بقالنا بتاع 8 مرات تقريبا ومروان موسى بيتكلم عن السين، وكلامه بيأكد قد ايه هو بيحب السين، انتقاده للسين ده، لان فعلا الكلام ده حقيقي. والفكره مش بس انك تتكلم، الفكره انك تعمل، وده برضو اللي احنا بنشوفه من مروان موسى. يعني استيراد التصدير الصراحه انا ما حبيتوش، لان انا كنت شايفه تجاري، لكن لا، الالبوم ده مش تجاري. الالبوم ده رغم ان هو مش راب صرف، بس هو حقيقي، ودي حاجه يمكن اهم من انك تعمل راب صرف بس مش حقيقي. توصل أصعب مرحلة من ال5. والله انا اللي وصلت لاصعب مرحله بجد. انا الالبوم ده كأبني اكتر ما انا مكتئب. شكرا والله يا استاذ دنيا، وشكرا يا استاذ مروان موسى على الالبوم اللي محتاجين نقطع شراييننا بعديه ده. نيجي بقى لأقل تراك فعلا كمستوى في الالبوم ده، وهو هنا سواد. تراك اصلا كان متسرب من سنتين، بس مروان موسى قرر ان هو ينزل مع الالبوم. ليه معرفش الصراحه، لكن ما عنديش اي تعليق اقوله على التراك ده لانه فعلا مش عاجبني. ودي مرحلة مخيفة قوي، بتحس انك مش في الطفل. حوار انك تحس ان مفيش حاجه ليها معنى ده هو الاكتئاب، حرفيا الاكتئاب انك تحس ان مفيش حاجه ليها معنى. فما علينا، نخش على التراك اللي بعده، وهو تراك ايه ده. بادي من الصفر على الخريطه، في نفس الوقت ثقتي في النفس مش لاقيها. طيب التراك ده شايفه عادي جدا، اقل من العادي كمان، وخصوصا بعد السويتش. يعني قبل السويتش انا شايفه فاضي الصراحه، عادي، فاهم انت، اللي هو مفهوش جديد ومش جامد حتى، لانه طويل جدا، وحتى الكلام اللي فيه فاهم مقارنه بباقي تراكات الالبوم لا ما تسمعش مرتين. بعد السويتش بقى لا، هو وحش اصلا. يعني من بعد السويتش مروان موسى بيجرب انه يعمل حاجه جديده، بس ليه عيوب، ومن عيوبه انه مش هيعجب كل الناس، عشان كده ما عجبنيش. فما علينا، كده خلصت المرحله الرابعه، ونخش بقى على المرحله الخامسه. واول تراك هو فيت مع دنيا وائل، اللي هي معانا من اول الالبوم اصلا، وده الفيت الوحيد اللي هنستثنيه وهنحلله هنا، مش مع باقي الفيتشرز، لان هو بجد من اهم اعمده القصه اللي احنا بنحكيها من اول فيديو بتاعت المراحل الخامسه، فما ينفعش ان احنا نخليه او ناجله للفيديو اللي هينزل على ام راب، فعشان كده لا، هنتكلم عنه دلوقتي. وبعد أصعب مرحلة بيجي أحسن مرحلة في ال5، وهي آخر مرحلة. طيب هنا بقى بتقول ان احسن مرحله او اسهل مرحله هي المرحله الخامسه، لان انت خلاص عديت اصعب 4 مراحل، وعديت بمرحله الاكتئاب اللي هي اصعب مرحله، فانت خلاص انت اتخطيت كل ده، فباقي مرحله واحده واللي الحزن بينتهي بيها. بهاجم الحياة بألوان الدفاع، بجاوب على ايام وطاقة الاعصار، بساوم الحياة بهيئة الاصرار. البار ده على نفس الوزن وعلى نفس الطريقه اللي كان بيغني بيها في تراك اجزخانه، واحد من اكتر التراكات اللي بحبها لمروان موسى. حل من الكوكب ده، الناس دي محصرانا، احنا بنتذل ظلم في كل حته حتى اسكندنافيا. الجلسه الخامسه نبدا نسمع حاجه جديده مروان موسى بيتكلم عنها، وهي السياسه، او بمعنى صح الواقع اللي احنا عايشين فيه. لغايه دلوقتي هو لسه ما اتكلمش بشكل مباشر عن القضيه، بس هو بيلمح لها، فاهم، بيتكلم عن الظلم اللي العالم عايش فيه، وبيقول لك ان هو في الكوكب كله حرفيا، حتى اسكندنافيا اللي هي شبه الجزيره الاسكندنافيه اللي فيها السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا. طب اشمعنى اسكندنافيا؟ لانها في اقصى الشمال، فاهم، دي ابعد حته في الكوكب، يعني لو مشيت شمال. الصين، امريكا، روسيا، ايران، فرنسا، المانيا، القوات العظمى سايقه، عايزين نروح في داهيه. طب بص انا الصراحه مبسوط ان مروان موسى بيتكلم في توبيك معين، بيتكلم في السياسه، فاهم، بس الحقيقه ان لا، يعني انت بتسمعه هو بيتكلم عن الافكار اللي في دماغه، فاهم، هو مش بيحاول مثلا يوعي الناس او يدي رساله، ده مش انتقاد، انا بشرح لك الفكره بتاعت التراك. هو قاعد بيكلمك عن الحاجات اللي بتدور في دماغه من اول الالبوم، بما فيها القضايا السياسيه اللي هو بيفكر فيها، فاهم، لكن هو مش بيحاول يفهمك سياسه، فاهم، مش مهم لو مش فاهم عدي الحته دي. الومناتك متحكمين في ذاتك، حاجات اكبر مني ومنك، مش شايفين الصوره الكبيره بسبب مشاكلنا. هنا بيتكلم عن الماسونيه بشكل واضح بقى وصريح، شايف انها هي اللي بتتحكم في كل حاجه، لدرجه ان هو بيحط لها حرف الكاف بينسبها ليك انت من كتر ما هي بتتحكم فيك. اصلا كل اللي بنشوفه في فيدنا مش بيفيدنا. هنا بار صايع حته فيدنا، اللي هو الفيد، البوستات اللي بتظهر لك، وبعدها بيقول مش بتفيدنا، مش مفيده. حطينا ثقتنا في اجهزه بتدرسنا. هنا بيقول لك ان الاجهزه اللي احنا بنستخدمها اللي هي التليفونات بتدرسنا، بتحاول تفهمنا عشان تتحكم فينا، فاهم. وبس نروح للتراك اللي بعده، هو تراك ما تحاسبنيش. مرحلة التقبل. هنا بقى بتقول ان هو وصل للمرحله الاخيره، وهي مرحله التقبل. عاشق السهر مدمن الخروج، بس اللي نزلت الشروط انت نجم.
طيب هو تراك بسيط بس بيحكي فيه برضو عن عيوبه، بيحكي فيه عن طريقة تفكيره زمان. والمهم ان احنا بنلاحظ في التراك ده ان نبرة صوت مروان موسى اختلفت عن نبرته في المرحلة اللي فاتت، اللي اصلا كانت مختلفة عن نبرة في المرحلة اللي قبلها، وهكذا كل جلسة او كل مرحلة بنبرة مختلفة ومواضيع مختلفة وافكار مختلفة. طيب هنتخطى عامل ايه عشان احنا اتكلمنا عنه وحللناه على ام اي راب من اكتر من سنه او من اقل من سنه مش عارف، بس رغم كده عايزك ترجع تسمعه وتركز بقى على الكلام اللي ما بين دنيا وقال وما بين مروان موسى، واللي ترتيبه الصراحه وسط الجلسات مش مناسب قوي، لانها بتقول له في اخر التراك بص يا مروان في حاجه اسمها 5 مراحل للحزن، اول مرحله هي مرحله الانكار، فهي لسه بتبدا تكلمه. فده يعني انا شايف ان ترتيبه الصح يكون في الجلسه الاولى، بس الحاجه اللي مخليها فعلا في الجلسه الخامسه هو التوبيك بتاعه او المواضيع اللي هو بيتكلم فيها. بيتكلم عن مشاكله، بيتكلم عن استنزاف شركات الانتاج ليه، وبيتكلم عن القضيه الفلسطينيه. فدي الحاجات شبه شويه التراك اللي كنا لسه بنتكلم عنه اللي هو سامعاك. هو طبعا ميكافيلي مش هنتكلم عنه عشان فيت، فهنروح لاخر تراك معانا اسال مجرب. لففها زنجة زنجة حارة حارة ومجرة مجرة. زنجة زنجة وحارة حارة بيرمي خطاب قديم لمعمر القذافي رئيس ليبيا السابق. انا مش عارف ليه بتكلم كده، بس يعني ده خطاب مشهور قوي، بس اللي هو صوته يعني ان هو ايه فاهم خبرة وعارف كل حاجة. يلا جربت تشوف بنك الحياة بيستحوذ على ممتلكات قلبك. هو ده مش البار الوحيد، بس انا يعني حابب الفت نظرك لو انت مش واخد بالك لجمدان الصياغة في التراك ده كله. التراك كله واضح والكلام كله مفهوم بس رايق. في فرق بين الكلام يكون بسيط وواضح ومبتذل او سهل فاهم، وبين هو يكون بسيط وواضح بس ايه بقى متعوب في كتابته فاهم، متصاغ كويس. مبسوطة انك قعدت معايا وحكيت لي كل اللي مضايقك، حسيت واجهت نفسك ما هربت، ما تهربش ابدا من اللي جواك. انا حاسس ان الالبوم قلب رعب في الاخر، مش فكره بس ان هو قاعد مع ثيرابيست اصلا، وده ممكن ينقلنا فكره مجنونه ان هو اصلا مش بيكلم ثيرابيست، ان هو بيكلم نفسه. بس حاسس ان انا اتجننت طبيعي يعني. واحد بقاله 3-4 ايام بيسجل تحليل 23 تراك، فلا تمام. هو الالبوم خلص، مش عايزين نتكلم في اي حاجه تانية لها علاقه بمروان موسى لمده 2-3 قدام. شكرا قوي لغايه كده. لو وصلت لاخر الفيديو فانا مبسوط بجد ان مجهودي ما راحش على الفاضي، فاثبت لي ده. اكتب لي كومنت قول لي انا كملت الفيديو للاخر. طبعا اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. تابعني على الانستجرام يا ريت يعني. ده كان فيديو النهارده. ما كان فيديو عجبك اشوفكم في فيديو جديد.